ازيكم يا احلى بنات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. صلى الله على الرسول. يلا بينا نشوف فيديو النهارده كده هعمل معاكم البليله اللي انا بعشقها. زي ما انتم شايفين هي في كيس كده. عندنا هنا الجيران حوالينا في الارياف، اما بيبداوا يجمعوا الغله بتاعتهم بيبداوا يوزعوا على جيرانهم كده، بتبقى زي صدقه يعني عن الارض بتاعتهم كده، بيزكوا يعني عن ارضهم وبيبداوا يوزعوا عن الجيران. وزي ما انتوا شايفين طبعا هي بعفشها كده، زي ما انتوا شايفين، بدل بقى ما تقعدي تنقيها وتتعبي نفسك بتروحي غسلاها في الميه. العفش ده بيعوم على الوش، تبداي ان انت تصفيه كده وتحطي في مصفى عشان التراب ينزل من المصفى، وبتبقى معاكي نظيفه وزي الفل كده. بغسلها بقى واحطها في ميه نظيفه واركنها ليله كامله عشان ما تاخدش معايا تسويه كتير. كده عدى عليها ليلة كاملة كده، زي ما انتوا شايفين بقت يعني تعتبر كده دخلت على نص سوا، لان هي المية خلتها طرية خالص لان نقعيها ليلة كاملة. بدأت احطها على النار تغلي كده يا بنات، واغطي عليها بقى واسيبها لغاية ما تبدأ تستوي معايا، وهقول لكم على الخطوات بتاعتها. تحفة يا بنات. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة. كده خلاص استوت معايا بقى. هبدأ اضيف الاضافات بتاعتي. انا بحب مية الغلة قوي، ما بحبش ارميها بقى كلها فوايد. يعني في ناس بتدلق المية وتحط لبن صافي بس، لا، حطي كده، خلي كمية نص الكمية مية ونص الكمية لبن. حطيت كده كوباية من السكر حسب الرغبة، وحطيت نص كيلو من الحليب، وحطيت كده باكيت فانيليا، وحطيت حتة سمنة بلدي كده بتاخد الطعم معاكي في حتة تانية، او حتة قشطة لو عندك. صدقوني مية البليلة اللي هي مسلوقة فيها بيبقى طعمها حلو جدا وكلها فوائد، ما ترميهاش. حاولي انك تحطي اللبن عليها. خلاص كده بقت معايا تمام واستوت. سبتها غليت كده باللبن شوية، وظبطت السكر بتاعي، وبدأت كده ان انا احطها كده معاكم في الاطباق بتاعتها. لو عجبكم الفيديو يا بنات ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. انا البليلة دي من الحاجات اللي انا بعشقها. تقدري كمان لو انت بتحبي السمك بتاعها يكون تخين شوية، تقدري معلقة نشا كده بتحطيها في شوية مية كده او شوية لبن يكونوا باردين. ما ينفعش تحطيها كده سخنة، تحطي يعني معلقة النشا على اللبن سخن كده هتكتل منك وهتبوظ. وتدوبيها الاول وتبداي تضيفيها على البليلة بتاعتك، بتاخد قوام كده بيكون تقيل شوية بس بتبقى تحفة جدا. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة.